طيب تعالى نبدأ بقى نimplement الكود مع بعض كده، وهي الدنيا بسيطة جدا. أول حاجة أنا بشتغل فين؟ اقفل كده البروجكت بتاعي عشان محدش يتلخبط. هتلاقيني شغال في الويب. حد هيقول لي طب أنت شغال في الويب ليه دلوقتي؟ أقول لك والله أنا دلوقتي الأبلكيشن عندي بيران من الويب، فاهم؟ فأنا دلوقتي البايب لاينز دي كلها اللي إحنا كنا اتكلمنا عنها على الوايت بورد هنا كلها موجودين في الويب، في مشروع الويب. خلاص يبقى أنا كده خلاص الجلوبال اكسبشن هاندلر لازم تتعمل فين؟ لازم تتعمل في الويب. فهاجي هنا والله أقول له كليك يمين، اد نيو فولدر، اسميه مثلا ميدل وير. تمام. طيب جوه الميدل وير دي هبدأ اللي انا اعمل كلاس عندي هسميه جلوبال ايرور هاندلر ميدل وير. هو كلاس اسمه كبير كده بس يعني الدنيا كلها سهلة ان شاء الله. طيب انا دلوقتي بعد ما وصلت للنقطة دي هبدأ ان انا اعمل ايه؟ والله انا زي ما اتكلمنا كده انا عندي كذا حاجة. اول حاجة فيهم انا بالنسبة لي بتفرق عندي في حاجتين: هل انا في مرحلة الديفلوبمنت ولا في مرحلة الديبلويمنت او برودكشن. انا في انهي مرحلة؟ ليه؟ ان هي بتفرق معايا. هل الايرور اللي هيطلع ده هعرضه لك بالتفاصيل ولا مش بالتفاصيل؟ فبس يعني انا دلوقتي بعرض لك ايرور. انا لو في مرحله الديفلوبمنت اقول لك اعرض لي الايرور كامل عشان ابدا ان انا اعرف هحله ازاي. طب انا لو في مرحله الديبلويمنت مثلا اقول لك لا، ما تعرضليش الايرور كامل، ويعرض مسج بس تعرفه ايه نوع الايرور حتى. فاهم الفكره؟ فكون ان انا اعرض لي او حاجه زي كده بتستخدم عندنا عن طريق حاجه اسمها لوجر. تمام. لوجر فايل ببدا اكتب في السي ام دي اللي طالع او اللي بيرن انا محتاج ايه او انا الايرور بتاعي ايه. تمام. ده هنستخدمه عن طريق طبعا انترفيس اي لوجر. تمام. طيب انا بعد كده عندي ايه تاني؟ عندي والله برضو حاجه اسمها النكست ميدل وير. النكست ميدل وير هبدا انده. انا دلوقتي دول بيندهوا على بعض ازاي؟ ده خلص من دي بينده لدي، ده خلص من دي بينده لدي، ده خلص من دي بينده لدي. طب انت هتعمل حاجه جلوبال انت اللي عاملها، خلاص لازم تعرفني ان هو بعد ما يخلص دي ينده للي بعديها، ينده للي بعديها، ينده للي بعديها. تمام كده. طيب خلاص انا كده فهمت الدنيا وكل حاجه. طيب تعالى بقى كده عشان تبقى عارف برضه انت بتتشيك من هنا على ديفلوبمنت او ديبلويمنت، يبقى حاجه اسمها عندنا انفايرمنت. يبقى انا كده قلت انفايرمنت، قلت اللوجر، قلت النكست ميدل وير هحتاج ان انا اعرفهم في الكلاس ده او انده لهم. اقول لك والله تمام، تعالى بقى ورينا الكلام ده يتكتب ازاي فين في الكود. طيب الكلام ده يتكتب عندي في الكود. انا والله ككلاس دلوقتي هبدا ان انا اقول لك عندي حاجه اسمها ريكويست ديليجيت، حاجه اسمها نيكست ام دي، نيكست مثلا ميدل وير او ام دبليو مثلا. تمام. هقول لك دي نيكست دبليو وهي عباره عن ريكوست ديليجيت. هتقول لي مثلا اللوجر زي ما قلت لك هي اي لوجر، ياخد نوع التايب بتاعي يكون هو التايب بتاع كلاس جلوبال ايرور هاندلر ميدل وير. تمام. بعد كده هبدا انا اكتب اللوجر، هعرفه على اساس ان هو لوجر. وعندي حاجه هتكون اسمها الانفايرمنت اللي احنا قلنا نتشيك بيها هل هو ديبلويمنت ولا لا. حاجه اسمها اي ويب هوست انفايرمنت، هسميها ان. تمام. طيب انت بعد كل ده هتبدا تعمل ايه؟ انا قلت لك هندل الدنيا كلها بايه؟ فانكشنز وبتراي وكاتش وكده. اول حاجه لازم يكون عندي فانكشن. اول حاجه لازم يكون عندي فانكشن بتعمل انفوك بتعمل انفوك لايه؟ ذا نيكست ميدل وير ان ذا بايب لاين اند كاتش اني اكسبشن سيت اوكي. يبقى انا اي اكسبشن يجي هيجي لي عن طريق الانفوك دي. طب الانفوك دي بتعمل ايه؟ قلت لك الانفوك دي ببدا ان انا انده على البايب لاين او الميدل وير اللي بعديه. كل واحده تبدا تنده على اللي بعديها، كل واحده تبدا تنده على اللي بعديها. تمام. عشان برضه هم راجعين يبداوا يرجعوا على بعض كده لحد ما توصل. فاهم؟ البدايه من عندي والنهايه عندي برضه. تمام. طيب انا دلوقتي والله هعمل فانكشن اسمها public كده async task. تمام. هسميها invoke async. والله invoke async دي بتقدر تاخد مني HTTP context. طبعا الكونتكست لا غنى عنه، يعني ده اللي هبدأ اللي انا اصلا اعمل بيه كل حاجه. هو ده اللي هينده، هو ده اللي انا ببعته للميدل وير اللي بعديه عشان يكمل على نفس الابلكيشن. هو اللي بيكون فيه جواه الريسبونس والستيتس كود والحاجه اللي راجعه. فالموضوع طبعا مهم جدا. طب انا دلوقتي اعمل ايه؟ والله كده اقول لك اول حاجه انا عندي حاجه اسمها تراي وكاتش. هي تراي وكاتش واحده بس اللي انا ايه هندل بيهم الدنيا. ادي تراي وادي كاتش اكسبشن وكده. بس انا كده خلاص. طيب جوه التراي يا عم هتعمل ايه؟ هقول لك والله اويت النكست ميدل وير وابعت لها كونتكست. خلاص هو اهو الريكوست دي جت لي النكست ميدل وير، هو فاهم الدنيا.
يعني مش هو ريكوست ديليجيت دي حاجه معموله عشان الميدل وير، عشان تبدا تاكسس الحاجه اللي في البروجرام. ادي ريكوست ميدل وير ريكوست وهكذا، هو ديليجيت بيشاور على الحاجات دي، فاهم؟ بس نرجع تاني كده، انا خلاص ندهت يا عم على دي. نيجي بقى لمشكله مهمه جدا، انا اوصلها اللي انا اعمل ايه، والله اجي اقول لك هنا انده على فانكشن هاندل الريسبونس، صح؟ ده يوم لما ما يحصلش ايرور. طب في الاكسبشن هتعمل ايه؟ اقول لك والله في الاكسبشن احنا قلنا ان احنا هنستخدم اللوجر، فهاجي اقول لك والله اللوجر اللي احنا جايبينه اللوجر اللي احنا جايبينه ده دوت اللوج ايرور، تمام. واقول لك ان انا عندي الاكسبشن، تمام. انا ممكن اقول لك بقى ان هاندل اكسبشن مش عارف ايه، فاهم؟ بس لا، انا اقول لك انا هرمي لك الاكسبشن كله في اللوجر دلوقتي، تمام. خلاص هاجي اقول لك والله انا عندي مثلا كده ايرور، تمام. هقول لك كمان الايرور هرميه لك هنا في الاكسبشن بتاعي في السيم دي بتاعتي. اقول له والله دي الاكسبشن دوت المسج، تمام. وتحت هنا هتقول له ايه؟ اقول له والله هندل لي بقى الاكسبشن فانكشن هندل الاكسبشن، تمام. الغي كل ده عشان برضه تبقى كل فانكشن بنطبق مبدأ السنجلت، كل فانكشن تبقى معتمده على حاجه. يبقى الفانكشن دي بتعمل ايه؟ بتنفوك النكست ميدل وير لحد اما تلاقي ايرور، تمام. لو ما لقيتش ايرور هتكمل في التراي وهندل، هعمل هنا فانكشن تانية تهندل لي الريسبونس بقى لحد ما لقيناش ايرور. طب لو لقيت ايرور هتخش في الكاتش، هعمل فانكشن برضه بعد ما تخش في الكاتش بحيث ان هي تهندل ايه؟ تهندل الايرور ده. لحد هنا الدنيا تمام. نيجي بقى قال لك لا، الدنيا بقى لحد هنا مش تمام ليه يا عمي؟ نيجي بقى للمشكله بتاعت ال 404. حد يعرف ان ال 404 ده اصلا هو مش ايرور؟ يعني جرب كده في اي موقع تخش تكتب اي حاجه في اليو ار ال، هتلاقيه ما بيرجعلكش ايرور، فاهم؟ هو بيرجع لك بلانك بيج، بيرجع لك بيج فاضيه، والفرونت اند او في الباك اند بيكون مهندل ان هو يرجع لك ايدج بيج بس فيها ايرور وهكذا. انما ال 404 ده مش ايرور، ده نوت فاوند. يعني ايه نوت فاوند اصلا؟ معناها ان انا جيت هنا، دخلت هنا وعديت ودخلت هنا وعديت ودخلت هنا وعديت ودخلت هنا ودخلت هنا ورحت السيرفيس ورحت ورجعت فاضي 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 فاضي، رجعت عمال ارجع عمال ارجع عمال ارجع عمال ارجع، اسمه نوت فاوند. ما لقيتش حاجه، رجع لك ما لقيتش حاجه، فاهم؟ فدي اليوم لما بيشوفها البراوزر او بيشوفها السيرفر عندي، بيبدا ان هو يهندلها من نفسه، يبدا ان هو يقول لك والله السيرفر دوت انا لقيت عنده خلاص 404، لقيتها من وانا هنا، مش هستناك ترجع لي بقى على الجلوبال، لا انت مش هتهندلها ان ده مش اكسبشن اصلا. ده مثلا ده مش اكسبشن، بس ده ولا ايرور كمان، فاهم؟ دي حاجه عندك ان انت رحت تاكسس حاجه ما لقيتهاش فرجعت فاضي، فاهم الفكره؟ فانت ما تستناش ان هو انت يعني مش هتلحق ان انت ترجعه. خلاص ساعه لما السيرفر ما لقاهوش، هيروح هو السيرفر من نفسه كده، هتلاقي السيرفر من نفسه كده قام باعت للفرونت اند بلانك بيج فاضيه، بس بلانك بيج فاضيه مكتوب فيها 404 ايرور نوت فاوند. خلاص كده هو هندلها لوحده. طب ما احنا كده عايزين نهندلها، عايزين نوقفه، ويوم ما يبقى فيه 404 كده احنا عرفنا ان هو مش ايرور خلاص، وهو بيرجع لي بلانك بيج للفرونت اند، عايز اوقفها. طب هتوقفها ازاي او عن طريق ايه؟ عن طريق ان انا والله اعمل اف كونديشن هنا، اف ان الستيتس كود اللي راجع لي ده انت اكتشفت ان هو 404، تمام. وفي نفس الوقت ما تبداش الريسبونس، اقول له والله حاجه اسمها كونتكست دوت ريسبونس دوت هاز ستارت. لو انت لقيت 404 وفي نفس الوقت لسه ما بعتش الهاد ستارت، لسه ما بعتش الريسبونس ولا ايه، اسف، ما عملتوش ستارت، تمام. ابدا بقى اعمل اللي انا هقول لك عليه، ابدا بقى هندل ال 404. طب انت يا عم لو لقيتها 404 فعلا، بس انت للاسف كان بعت، بص الجمله اللي احنا هنكتبها هناك ديت اللي هي كونتكست دوت ريسبونس دوت هاز ستارت ديت، الجمله ديت تعتبر هي ايه؟ هي اللي هو بتوضح لي هل هو لحق يرد السيرفر ولا انا لحقته، فاهم؟ لو هو رد وانا رحت هندلته في الجلوبال برضو كده هيظهر ايرور والسيرفر هيقع مني. ليه؟ ان انا بهندل الايرور كده مرتين، هو رجع لي ايرور خلاص وانا برجع له ايرور تاني، فاهم الفكره؟ بس فاتمنى يعني تكون مشكله ال 404 هنا وضحت عندي. فانا بكل بساطه هاجي اقول له والله هنا اف ايه بقى؟ والله اقول له اف ان كونتكست، والله اف ان كونتكست دوت ريسبونس دوت ستيتس كود ايكوال 404، وفي نفس الوقت نوت الكونتكست دوت ريسبونس دوت هاز ستارت. بص ايه اللي حصل بقى هنا؟ قلت لك والله انا دلوقتي لو هو 404 وفي نفس الوقت هو لسه السيرفر عندي ما بعتش ايرور، اهم حاجه السيرفر ما يكونش بعت ايرور، لان ده حاجه السيرفر بيهندلها لنفسه، اكنه راح يهندل صفحه يا جماعه، راح لصفحه وما لقاهاش،
فبالتالي هو البراوزر متاكسس او الباك اند او ايا كان ايه هو متاكسس ان هو يرجع لك بلانك بيج، صفحه فاضيه، انت رايح تاكسس لحاجه مش موجوده، فمش هضرب لك ايرور والله، هرجع لك صفحه فاضيه. خلاص، فانا بقول له لا، اهم حاجه من قبل ما انت ترجع، لو انت لسه ما رجعتش حاجه ابدا بقى خش هنا، اقول له فانكشن هنا مثلا، اقول لك فانكشن هاندل ال 404 نوت فاوند. تمام كده. يبقى انا هنا بالمعنى البلدي، هل انا عندي مشكله ممكن تحصل في التراي؟ اه، مشكله ال 404 هي مش اكسبشن، لان السؤال ده مهم جدا. ده مش اكسبشن، ده مشكله بتحصل عندي، ان هو مش ايرور، هي حاجه انا بروح اكسسها وما بلاقيهاش فبرجع وايدي فاضيه. فانا رحت عديت على الميدل وير كلهم، ورحت عديت على السيستم كله، بس في نفس الوقت رجعت وايدي فاضيه، رجعت وانا معيش حاجه. يعني وصل لك الفكره؟ بس فانا اقول لك والله لا، ده انا هندلها ما تعديش عليا دي. تمام، يبقى انا كده عايز اعمل ايه؟ عايز اعمل تو فانكشن بهندل فيها ال 404، وواحده بهندل فيها بقى بقيه الاكسبشن. تمام كده. تعال نهندل ال 404 الاول، لان ال 404 يعني مش تاخد مننا ايه وقت طويل. اقول لك والله كده بابليك، اقول لك مثلا async task handle الريسبونس exception. تمام، والله انا باخد منك exception. تمام، ولا هاخد منك ايه بقى؟ لو جيت هنا قلت لي الريسبونس بتاعتك دي، انا المفروض اخد منك حاجات بقى جاهزه خلاص، ما انا فهمت. اقول لك والله انا عايز يا عم منك الكونتكست اللي انا هرجع فيه، HTTP كونتكست اللي انا هرجع فيه الريسبونس بتاعي. ادي الكونتكست، والله بقول لك برضو اديني انت ستيتس كود، شوف انت الكود اللي هتدولي ايه، في نفس الوقت اديني المسج يا عم اللي انا ايه، اللي انا هطلعها بقى. اقول لك والله عينيا، انت كده ايه عداك العين. جوه الفانكشن هتبدا ان انت تعمل ايه بكل بساطه. والله عندي حاجه اسمها context دوت ريسبونس دوت ستيتس كود، هسويه بالستيتس كود. عندي حاجه اسمها context دوت ريسبونس، تمام، دوت ايه بقى؟ عندي حاجه اسمها كونتنت تايب، كونتنت اللي راجع. اقول لك والله ان الكونتنت تايب هو ابلكيشن جيسون، الاصل دي كانت بتبقى HTML بس انا هرجع لك جيسون. تمام، هرجع جيسون عشان ارجع لك جيسون عشان اعرفك انت ايه الايرور عندك فين او كده. بس خلاص، والله اجي اقول له بعد كده هندل لي الريسبونس. اول لما تسمع كلمه ريسبونس، بص هو من نفسه لقاني عامل ايه، لقاني عامل حاجه اسمها API ريسبونس، اللي احنا كنا عاملينها هنا فين، في الشيرد كومن. ده عاملين حاجه اسمها API ريسبونس، ابدا بقى استخدم الفيلد ريسبونس اللي احنا عاملينه. اي حاجه سكسس كنا هنستخدم فيها السكسس، الكونستراكتور بتاع السكسس. انما دي حاجه حصل فيها فيلد، خلاص هستخدم الكونستراكتور بتاع الفيلد، هاخد منه المسج وادي الستيتس كود، وهبدا ان انا ابعت له برده الايرور اللي حصل. تمام، خلاص اقول لك والله تمام، يلا يا عم كنترول دوت، ابدا ان انت عامل لي يوزنج. هتبعت لي ايه؟ خلي بالك انا هناك كنت مهندل ان هي الايرورز ممكن ترجع لي من نال عادي. تمام، خلاص انا والله هاجي هنا اقول لك والله انا ابعت لك المسج وابعت لك الستاتس كود عشان تبدا تهندلهم لي فين في الريسبونس بتاعي، توحد لي الريسبونس. قال لك بعد كده عندي حاجه اسمها انا دلوقتي برجع اوبجكت ما برجعش جيسون. طب انا اصلا الكونتنت تايب ايه؟ انا ممكن اشيل دي كده واحط هنا، والله ممكن ارجع اوبجكت، الكلام ده غلط جدا يعني. خلاص انا هعمل دلوقتي حاجه استخدم السيريالايز، سيريالايز اللي يبدا من حول من اوبجكت لجيسون. تمام، اقول لك والله عندي فار جيسون ريسبونس، جيسون ريسبونس هتساوي، مش عارف هو ليه بيجيبها كلها، جيسون سيريالايزد، جيسون سيريالايزد، جيسون سيريالايزر دوت سيريالايز. سيريالايز لايه؟ والله يقول لك انا عايز اعمل سيريالايز للريسبونس. طيب انت دلوقتي نزلت لي سطر، اقول لك والله انا دلوقتي برجع جيسون. طيب يعني برجع جيسون للجافا سكريبت. طب انا بقول لك والله ان في شويه اوبشنز ان الجافا سكريبت بيحب ان انت تعملهم عشان يقول عليك ان انت بتطبق البيست براكتس، ما دام جيسون يعني كامل كيس. تمام، يبقى انا كده محتاج ان جيسون اللي يرجع ده يكون كامل كيس. اقول لك والله بسيط، في حاجه عندي كده اسمها نيو جيسون سيريالايزر اوبشن. اه بيقول لك والله ان property naming policy equal JSON naming policy دوت الكامل كيس، استخدم الكامل كيس. تمام، بس وكده انا المفروض ان انا كده انا اكون خلصت، والله انا موريش حاجه تاني. مش عارف هو جايب ايرور هنا، يبقى احنا كده في حاجه باين ما قفلناش. ادي نيو، نزل دي كده، كل حاجه هتبان. ماشي، آه سيميكون، بس كده.
تمام. فانت الدنيا يعني الحمد لله سهله، يعني انت خلاص كل حاجه مفهومه. بعد ما خلصت والله اقول لك والله رجع لي الكلام ده، اقول لك خلاص انا الاثنين اويت يا عم. اقول لك والله كنت تكست دوت ريسبونس دوت رايت اسync وبعت لي الجيسون ريسبونس يا عم. كده انا خلصت، هندلت الموضوع. هندلت لحد دلوقتي ايه، هندلت الموضوع بتاع ال 404، ناقص ان انا اندها لها هنا بس. اقول لك والله اويت الهاندل ريسبونس اسync، هو واقف ليه هاندل ريسبونس اكسبشن. اقول لك والله خد الكونتكست، خد ال 404، قال لك ذا ريكويست، وبعت لي في جيسون ان الريكويست ريسورسز واز نوت فاوند. تمام، دي الهندله اللي انا هندلتها. تمام. فالموضوع بسيط جدا يعني، هندلت ال 404 في التراي عشان هو بيروح وبيرجع تاني، مش هيخش في الاكسبشن عشان ده مش اكسبشن. تمام. قدامي دلوقتي اللي انا اعمل ايه، والله قدامي الفانكشن التاني، قدامي الفانكشن بتاعت الهاندل ريسبونس، سوري الهاندل اكسبشن اسync. ابدا اتشيك على الاكسبشنز اللي عندي. تمام. خلينا دلوقتي نقفل الفيديو لحد كده، خلصنا التو فانكشنز دول. قدامنا بس اللي احنا نبدا نعمل الفانكشنز بتاعت الهاندل اكسبشن بقى، يوم ما يرجع لي باكسبشن هبدا ان انا ابنيها هنا، ودي هتاخد مننا شويه وقت. خلينا نقف لحد هنا كده في الفيديو، والفيديو الجديد بقى نكمل.